مسيحية سابقة وأبهرني في الإسلام، وهنرجع للسلسلة تاني لأني قدرت أخلي فيديوهاتي على اليوتيوب تبقى مدبلجة بكل لغات العالم. وبصراحة الموضوع ده بسطني جدا من امبارح، فقررت ان انا هرجع لسلسلة مسيحية سابقة وابهرني في الاسلام عشان تبقى مدبلجة لكل لغات العالم على اليوتيوب. كل اللي طالباه منكم عشان تشتركوا معايا في الثواب ده ان انتوا تدخلوا على اليوتيوب قناة سليمة احمد، ترفعوا الفيديو بلايكات كتير، كومنتات كتير، وكمان تشوفوا على الاقل 50%. معلش حقكم عليا، الفيديوهات طويلة بس يعني حاولوا تشوفوا 50% من الفيديو عشان اليوتيوب يقترح الفيديو لناس اكتر وناخد الثواب سوا. ويلا نبدأ مسيحية سابقة وأبهرني في الإسلام. وبما إن دراستي الأساسية هي علم النفس، فقررت آخد علم النفس القرآني وأوريكم الانبهار في القرآن. لو سألتك النهاردة هل أنت نفس الشخص اللي كنت عليه من 5 سنين؟ غالبا إجابتك هتكون لأ طبعا، اتغيرت، كبرت، نضجت، بفهم الحياة أحسن. بس تعالى كده نسأل السؤال بشكل تاني وبشكل أصعب شوية. هل القرارات الأخلاقية اللي بتاخدها النهاردة والأشياء اللي بتتقبلها وتعديها عادي دلوقتي كانت مقبولة بالنسبة لك من 5 سنين؟ في لحظات في الحياة الإنسان بيقف فيها قدام المراية ويسأل نفسه، هو أنا إزاي بقيت بعمل كده عادي؟ إزاي الحركة دي عدت مني؟ إزاي الكلمة دي خرجت من لساني وما حسيتش بتأنيب ضمير زي زمان؟ التحول ده ما بيحصلش ما بين يوم وليلة. مفيش حد بيصحى من النوم يقرر ان هو يكون شخص وحش او قاسي او خاين او جشع او متبلد المشاعر. التحول ده بيحصل ببطء شديد، زي الترسبات الناعمة جدا، بتتراكم يوم ورا يوم لحد ما تكتشف ان في جدار اتبنى بينك وبين نفسك الحقيقية. النص القرآني بقى في كلمتين لخص المفهوم النفسي والسلوكي المعقد ده كله. مفهوم أطباء النفس وعلماء السلوك قعدوا سنين عشان يقدروا يشرحوه في كتب ومجلدات. الكلمة دي هي الران. في الحلقة دي هنفتح ملف علم النفس القرآني وهنتعمق في مفهوم الران. ازاي التشخيص اللغوي والدقيق دوت بيوصف أعقد ظاهرة نفسية وسلوكية بتواجه الإنسان في حياته اليومية. عشان نفهم العظمة البلاغية والتشخيصية للكلمة دي لازم نرجع للأصل اللغوي قبل ما ندخل في علم النفس. كلمة ران في اللغة العربية مش مجرد غطاء أو حجم. اللغة العربية غنية جدا وعندها كلمات كتير لكلمة غطاء، زي غشاء، غطاء، حجاب، كنة. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى استخدم كلمة ران بالتحديد في الجزئية دي؟ في المعجم الرين هو الصدأ أو الطبع أو الغطاء الكثيف اللي بيتكون على الشيء الصلب نتيجة تعرضه للعوامل الجوية لفترات طويلة، زي الصدأ اللي بيتكون على السيف الحديد لو سبته في رطوبة. الصدأ ما بينزلش مرة واحدة، يعني مش فجأة بتلاقي بكرة الصبح السيف مغطيه الصدأ. هو بيبدأ بنقطة صغيرة جدا لا ترى، بعدين بقعة، بعدين طبقة، لحد ما السيف يفقد بريقه تماما، وبعدين يفقد حدته، وفي الآخر بيتاكل اللي جواه وبيبقى شبه التراب. القرآن هنا بقى بياخد المعنى المادي ده وينقله للبعد النفسي والأخلاقي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لاحظ الجملة كويس، ما كانوا يكسبون. السبب في الصدأ مش قوة خارجية مسلطة عليك، ولا حظك السيء، ولا ظروفك القهرية. السبب هي أفعالك أنت، تراكم كسبك اليومي، قراراتك الصغيرة اللي أنت بتستهون بيها. في علم النفس الحديث ده اللي بنسميه التعود وإلغاء الحساسية. أول مرة هتعمل فيها حاجة غلط، أيا كان الغلط ده إيه، يعني كسبة صغيرة، ظلمت حد، تنازلت عن مبدأ،
اخدت حق مش حقك، ضربات قلبك هتزيد جدا، وهتبتدي تعرق، وتحس بضيق في التنفس، ومش قادر تاخد نفسك، وفي اضطراب كده انتش فاهم ده ايه. ده جهاز الانذار الفطري شغال بكامل طاقته. المرة التانية هتعمل غلط تاني، الانذار بيشتغل بس بصوت اهدى شوية. المرة العشرة الانذار ما بيعملش صوت اصلا. المرة المية الفعل الغلط بيتحول لاسلوب حياة، لا وكمان ممكن تدافع عنه وتشوفه هو الصح. الطبقة بقى دي هي الران، غشاء تراكمي حجب الرؤية الأخلاقية وخنق جهاز تأنيب الضمير. تعالوا نفكك العملية دي خطوة خطوة، ازاي الران بيتكون جوايا وجواك من غير ما نحس. علم النفس المعرفي بيشرح لنا مفهوم مهم جدا، اللي هو التناقض المعرفي. الإنسان بطبعه ما بيقدرش يعيش في حالة تناقض ما بين المبدأ اللي بيؤمن بيه وبين التصرفات اللي بيعملها. لما بيحصل تناقض، العقل قدامه طريقتين ملهمش تالت. الطريقة الأول إنه يغير تصرفاته، يتوب، يستغفر، يعتذر، يرجع للمبدأ الصحيح، وده طريق محتاج شجاعة وألم ومواجهة مع النفس. الطريق التاني الران، إنه يغير مبدأه وأفكاره عشان تتوافق مع تصرفاته الغلط، فيبدأ يبرر ويزيف الحقائق ويخترع حجج. زي أمثال في حياتنا اليومية، شخص شغال في مكان ما وشاف إن في تجاوز أو فلوس بتتاخد مش من حقه تحت مسمى إكرامية، تسهيل أمور، صباح الفل، الشاي يا باشا. أول مرة الضمير بيصرخ ده حرام، ده غير أخلاقي. التبرير الأول، ما كل الناس بتعمل كده، هي جت عليا يعني. التبرير التاني، المرتب مش مكفيني والمكان اللي أنا فيه ظالمني فده حقي. التبرير التالت، دي مش رشوة، دي شطارة وذكاء، أنا مفتح مخي. شايف التدريج؟ الذهن هنا بيفرز مادة مخدرة للضمير. كل تبرير بتخترعه عشان تريح نفسك بيحط طبقة جديدة من الران على قلبك. تصحى بعد كام سنة تلاقي الشخص ده بيمارس نفس الفعل بأعلى درجات الارتياح النفسي، وممكن يهاجم الشخص الشريف ويشوفه عبيط ومش فاهم الدنيا. الران مش بس بيحجب عنك رؤية الحق، الران بيقلب ليك الموازين ويخلي الجميل قبيح والقبيح طبيعي وعادي. لحد هنا عرفنا ليه الران بيتكون وازاي بيتكون. هل الموضوع بقى بيقتصر بس على سلوكيات فردية لشخص واحد؟ لا، الران أصبح ظاهرة جماعية بنعيشها كل يوم، خصوصا في عصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا. شوف مثلا زي مشاعرنا وضمايرنا بتتغير تجاه الأخبار والمشاهد المحزنة والقاسية ازاي. زمان لما كنا بنسمع عن حادثة أو مأساة أو حد قتل حد خناقة بطريقة ما، كنا بنتزلزل، المجتمع كله كان بيتهز. النهاردة مع تدفق الفيديوهات والأخبار والمقاسي 24 ساعة على الشاشة، التكرار المستمر خلى العقل يتكيف، فبقينا بنشوف مشاهد العنف أو الظلم ونعمل سكرول عادي للفيديو اللي بعده عشان نشوف فيديو كوميدي نقعد نضحك عادي في ثواني. ده شكل من أشكال الران الجمعي، البلادة الانفعالية، القدرة على الاستجابة الإنسانية الفطرية للوجع والظلم والجمال ضعفت، لأن الشاشات حطت طبقة عزل بيننا وبين الواقع. المظهر التاني، الكلمة والتعليقات، ازاي الاستهانة بجدال السوشيال ميديا والتنمر أصلت الران. تبدأ بتعليق ساخر أو كلمة جرحت حد، ما حسيتش بعواقبها لأنك مش شايف وش الشخص اللي قدامك ولا دموعه، تكرر الموضوع فتتحول
لقسوة القول لعادة متأصلة عندك، تصحى تلاقي نفسك بقيت شخص هجومي، بتبث سموم في كل مكان وشايف ان ده مجرد حرية رأي او عادي يعني، ده كومنت. القرآن لما حذرنا قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده بالظبط ميكانيزم الران. السلوك الغلط بيصغر في عينك جدا، بينما في الحقيقة هو عظيم وليه أثر تراكمي يدمر النفس والمجتمع. السؤال الأهم دلوقتي، لو حد حس إنه في طبقة من الران بدأت تتكون في قلبه، لو حس ببلادة وقسوة، بعدم قدرة على التمييز بين الصح والغلط زي زمان، هل الطريق مقفول؟ هل الصدق ده دائم؟ الجمال في التشخيص القرآني إنه دايما بيفتح باب الشفاء طالما الصدق حاجة طريقة تكونت نتيجة أفعال، فهي تقدر تترفع وتتزال بالمعالجة والعمل العكسي. في السيكولوجيا النفسية والعلاج السلوكي، خطوات الصيانة والتعافي بتشبه تماما الخطوات الروحية: الوعي والمواجهة والانتباه. أول خطوة لإزالة الصدأ هي إنك تعرف إنه موجود، تقعد مع نفسك بدون تبريرات، بدون ما ترمي اللوم على الظروف أو الناس، وتقول أنا هنا غلط وأنا في الحتة دي اتغيرت للأسوأ. الصدمة الإيجابية هي إعادة تفعيل جهاز الإنذار، الضمير. عشان تكسر البلادة والتعود محتاج تخرج من المنطقة الدافئة اللي بتبرر فيها لنفسك، وتقرأ وتسمع لآراء بتواجهك بالحقيقة. جالس الصالحين والأشخاص اللي لسه عندهم فطرة نقية وزوايا أخلاقية حادة. مجرد وجودك جنب شخص نقي بيخليك تشوف الصدى اللي عندك بصورة أوضح. العمل العكسي: تراكم الخير مقابل تراكم الشر. زي ما الران اتكون بالتدريج والخطوات الصغيرة كونته، إزالته برضو محتاجة خطوات صغيرة متدرجة في الاتجاه العكسي. الحسنة بتمحي السيئة. الاستغفار في المعنى الروحي والنفسي هو عمل إعادة ضبط للوعي. الكلمة الطيبة، جبر الخواطر، العطاء، الرجوع عن المظالم. كل تصرف نقي بتعمله بيمسح جزء من الغشاوة دي، ويرجع القلب لمرونته وحساسيته الفطرية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. في النهاية القلب مش مجرد مضخة دم، القلب في الفلسفة القرآنية والنفسية هو مركز الوعي، هو البوصلة اللي بتهديك في الحياة. لو البوصلة دي اتغطت بالصدى والغبار، هتمشي في الاتجاه الغلط وانت فاكر ان انت ماشي صح، هتظلم وانت فاكر انك بتجيب حقك، هتقسو وانت فاكر انك قوي، هتضيع وانت فاكر انك فاهم كل حاجة وفاهم الدنيا. حافظ على بوصلتك ناعمة، حساسة، نقية، ما تسمحش للتكرار وللعادة وللتبريرات اليومية إنها تبني جدار بينك وبين فطرتك اللي ربنا خلقك بيها. كل يوم عندك فرصة تنظف المكنة اللي جواك وتبدأ من جديد، وتشيل الترسبات البسيطة اللي ابتدت تتكون. أتمنى تكون الحلقة دي فتحت لينا باب للتأمل والتفكير في نفسنا وفي الألفاظ الجميلة اللي بين إيدينا في النص القرآني. شاركوني أفكاركم في التعليقات. هل حسيتوا قبل كده بلحظة استيقاظ وشلتوا فيها غشاوة كانت متكونة على موقف أو سلوك معين في حياتكم؟ ولحد هنا خلصت حلقتنا. أشوفكم في الحلقة جديدة إن شاء الله، ورحلة جديدة من مسيحية سابقة وأبهرني في الإسلام. أشوفكم على خير.